ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب حاد الزهرة باسم الحبايب فهذا سكر أعطى الركائب الربة الخضراء وفيها نبي نوره يجلو الغياهب وقد صح الرضا ودنت تلاقي وقد جاء الهدى من كل جانب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب حتى حاج الزهرة باسم الحبايب فهذا السكر أعظم الركائب فقل للنفس دونك والتملي فما دون الحبيب اليوم عاجب تملي بالحبيب بكل قصد فقد حصل الهنا والضد غايب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب عدا حاد زهرة باسم الحبايب فهذا سكر أعظم الركائب الله خير الخلق جمعا له أعلى المناصب والمراتب له الجاه الرفيع له المعالي له الشرف المؤبد والمناقب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب ولو هدي الزهرة باسم الحبايب فهذا سكر أعظم الركائب والناس عين كل حين على الأحداقلة فوق النجايب ولو أن عملنا كل يوم لأحمد مولدا قد كان واجب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما
صلاة ما بدا نور الكواكب تعم الآل والأصحاب طرا جميعهم وعد رده الأطائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركب النجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب صلى الله عليه أحمده على ما منح من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب صلى الله عليه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب صلاة وسلاما يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوات الله تغشى أشرف الرسل لطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل لطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب أجبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبايب صلوات الله تغشى أشرف الرسل لطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خافيات فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محات كل الغياهب يا شريف الأصل لذنا فيك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاصي أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل لطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب جئت من أصل أصيل حل في أعلى الذوائب من قصي ولؤي باذخ المجد بن غالب
واعتلى مجدك فخرا في رفيعة المراتب. لبرحنا في سرور بك يا عالي المناقب. صلوات الله ذا الجاه أشرف الرسل الأطايب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. فلكم يوم وجودك ظهرت فينا العجائب. بشرتنا بالعطايا والأماني والرغايب. قد شربنا من صفانا بك من أحلى المشارب. فلرب الحمد حمدان جل أن يحصيه حاسب. صلوات الله ذا الجاه أشرف الرسل الأطايب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب. يا كريما يا رحيما جد وعاجل بالمطالب. من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خايب. واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب. صلوات الله ذا الجاه أشرف الرسل الأطايب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراد حديثين وردا عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما. صلى الله عليه. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم ب2000 عام. يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته. قال صلى الله عليه وسلم: فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف بي في النار
ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاح قط. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني بالتوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق، فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام. صلى الله عليه. يقص شعره ويتزر على وسطه، يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم، يكبرون الله تعالى على كل شرف، يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال، قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء، ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم، وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام، فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم، فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال، غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي، أدخلوهم الجنة برحمتي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا عز جواهر العقود وخلاصة إكسير سر الوجود، مادحك قاصر ولو جاء ببذل المجهود، وواسفك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرم والجود. الكون إشارة وأنت المقصود، يا أشرف من نال المقام المحمود. وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب، المخصوص بأشرف الألقاب، الراكي إلى حضرة الملك الوهاب، حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب. فلما آن عوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة، خرج به مرسوم الجليل لنكيب المملكة جبريل. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات، فإن النور المسون
والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا أكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون بديهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المغاني، فهزاروا اليوم غرد، واستضيئوا بجمال فقد في الحزن تفرد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا الجود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مردينا نهج سبيلي مرحبا مرحبا قلبي نسعد ونور الشاد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا ربي بلغنا بجاهه يا الله بجوار غير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلاة الله تغشى يا الله شرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اذكروا الصلاة على النبي اللهم صل عليه. فاتحة. نيت اسم المولود المبارك محمد بن علي محمد علي عبد الله سقافنا الله يعلم خير السلامة وينبت نبات حسن إن شاء الله وبارك لنا وينبت نبات حسن ويبارك لنا في أولادنا وأولاد المسلمين على هذه النية وإلى حضرة النبي الفاتحة. آمين. فاتحة. آمين. أسألك بحق فاطمة أبيها وبأهلها وبنيها وأمها وأخيها نسأل الله بارك فينا في أولادنا ولا تضرهم ووفقنا وإياهم وارزقنا برهم. اللهم بارك فينا في أولادنا ولا تضرهم ووفقنا وإياهم وارزقنا برهم. اللهم بارك فينا في أولادنا ولا تضرهم ووفقنا وإياهم وارزقنا برهم. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين.
نوينا مثل ما نوى أسلافنا الصالحين عند تزويج أولادهم وبناتهم أن الله يبارك لهم من هذا الزواج ويرزق لهم الأرزاق حسية معنوية بجاتها خير البرية على هذه النية وعلى كل نية صالحة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله المحمود بنعمة المعبود بقدرة المرحوم من عذابه وسطوته المطاع بسلطانه النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم لدينه وأكرمهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المصاحرة سببا لاهقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم الأنام وقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاءه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ثم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى آمرا بالتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم يحث أمته على التجارة الرابحة الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا على أنه من العز والكرامة تناكحوا تكثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم مخبرا على أنه من الشهوات واغي إذا تزوج الرجل فقد استكمل نصف دينه فليتق الله بالنصف الباقي فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
من كل ذنب عظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. قولي معي مرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله يا عدنان بن جمال بن عبد الله الحبشي أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان زوجتك زهراء بنتي بمهر وقدره 500 ألف ربية قبلت تزويجها بالمهر المذكور يا عبد الله يا عدنان بن جمال بن عبد الله الحبشي أنكحتك زهراء بنتي المذكورة بالمهر المذكور قبلت نكاحها بالمهر المذكور يا عدنان بن جمال بن عبد الله الحبشي زوجتك وأنكحتك بنتي زهراء المذكورة بالمهر المذكور قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المذكور. بارك الله لك وبارك عليك وجمعنا بينكم في خير وعافية. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. والميكروفون Tadi Ali Al-Kaf. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. يا محمد بن هادي بن علي الكاف يا محمد هادي بن علي الكاف أزوجك على ما أمر الله به بإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان زوجتك موليتي فاطمة بنت حيدر باحسين بمهر 500 ألف ربية
قبلت تزويجها بالمهر المذكور يا محمد بن هادي يا محمد هادي بن علي الكاف أنكحتك موليتي فاطمة بنت حيدر بحسين بالمهر المذكور قبلت نكاحها بالمهر المذكور يا محمد هادي بن علي الكاف أنكحتك زوجتك وأنكحتك موليتي فاطمة بنت حيدر بحسين بالمهر المذكور قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المذكور بارك الله لك وبارك الله جماعة بينكما في خير وعافية آمين وخير منكم من النسل الصالح الذرية الصالحة يا الله نوينا ما يسلف الصالح آمين. اللهم اجمع بينهم إن شاء الله وأعطهم كثير الطيب والذرية المباركة إن شاء الله يعلم إن شاء الله زوجين صالحين إن شاء الله آمين. والرزق الواسع في عافية وسلامة على هذه النية سبحانه وتعالى يجمع بينهم ويحفظهم إن شاء الله من الشيطان ويعلم من الذين نبي يتباهى عنهم نبي محمد صلى الله عليه وسلم فهم الكثير الطيب المدعو لهم من جدهم حين الزفاف لا تعي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. لم يخلق الرحمن مثل محمد بين الورى بشرا بين الورى بشرا على الإطلاق لم يخلق مثل محمد بين الورى بشرا على الإطلاق كلا ولا عرف الخلائق قدره فما فوقه حقا سوى الخلاق ماذا أقول بوصفه ومديحه وسناه دوما باهر الإشراق
وهو الذي أرسل للناس رحمة وهو الذي أرسل للناس رحمة وأتى يتم مكارم الأخلاق صلوا عليه. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم على الحق طرقا. كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح للإنسان ويفسح في الإحسان ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا ضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه. من رآه صلى الله عليه وسلم بدية هاب، وإذا دعا المسكين أجابه، يقول الحق ولو كان مرا، ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا. من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب. وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب صلى الله عليه. إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر، وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلى ثمر صلى الله عليه. وإذا تبسم عن مثل حب الغمام، وإذا تكلم فكأنما الدر يسقط من ذلك الكلام. وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه، وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه. وإذا جلس في مجلس بقي طيبه أياما وإن تغيب، ويجد منه أحسن طيب رائحة وإن لم يكن قد تطيب. وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزهر، وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أوان الظهر. وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان يرفق باليتيم والأرملة. قال بعض وصفه: ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقيل لبعضهم: كان وجه القمر، فقال: بل أضوء من القمر إذا لم يحل دونه الغمام، قد غشيه الجلال وانتهى إليه الكمال. قال بعض وصفه: ما رأيته قبله ولا بعده مثله، فيعجز لسان البليغ إذا أراد أن يحصي فضله. فكان سبحانه من خصه صلى الله عليه وسلم بالمحل الأسنى، وأسرى به إلى قاب قوسين أو أدنى، وأيده بالمعجزات التي لا تحصى، وأوفى من خصال الكمال ما يجل أن يستقصى. وأعطاه 5 لم يعطهن أحدا قبله،
وأتاه جوامع الكلم فلم يدرك أحد فضلا. وكان له صلى الله عليه وسلم في كل مقال ولكل كمال منه كمال، لا يحجول لسانه في سؤال ولا جواب، ولا يجول لسانه إلا في صواب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وما عسى أن يقال في من وصفه القرآن وأعرب عن فضائله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وجمع الله له بين رؤيته وكلامه، وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه، وجعله رحمة للعالمين ونورا، وملأ بمولده القلوب سرورا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا بدرة من آذى كل كمالي، ماذا يعبر عن علاك مقالي؟ أنت الذي أشركت في أفق العلا، فمحوت بالأنوار كل ضلال، وبك استنار الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضال. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال، وعلى جميع الآل والأصحاب من قد خصهم رب العلا بكماله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. جعل الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو بذلك رحمته ورأفته. آمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله الطاهرين وأصحابه السالكين على منهجه القويم. آمين. جعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته، واحشرنا غدا في زمرته، واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته. وحنا متمسكين بسنته وطاعته، ومتنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها. وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل حين، ولا تجعلنا عنك ولا عنه من الغافلين. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا، وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلا. آمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. آمين. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين، ولنعمائك شاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين، وحنا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين. آمين. واختم لنا منك بخير أجمعين،
اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين آمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. من مثلكم لرسول الله ينتسب ليت الملوك لا من جدكم ناسبوا ما للسلاطين أعزاب بجانبكم هذا هو شرف المعروف والحسب أصلا والجوهر المكنون ما ليبت بالقف ولا قد بالغياب غير النبي لم تصار فضائله مهما تصدت لها الأسفار والكتب الماء فاض زلالا من أصابه أروى الجيوس وجوف الجيش يلتهب واهتزت الأرض إجلالا لمولده صلوا عليه واهتزت الأرض إجلالا لمولده شبيهة بعروس هزها الطرب ساداتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب من نسل فاطمة عن أم فاطمة من أجل فاطمة قد شرف النسب لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب هداك
يحبسك النهر العذيب جوارك الغصن الرتيب فتسكر روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت غلبة المؤيد جل من صلى عليك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت غلبة المؤيد جل من صلى عليك. Itu yang qasidah itu di belakang kita sana ya. Jadi kalau ada yang qasidah, siapa yang mau menghadap ke sana, ahlan wa sahlan. Nanti juga yang ceramah di sebelah sana. Kalau mau di belakang boleh, ngadep ke TV boleh. Iya. Alhamdulillahi syarihis sudur wa muyassiril umur wa dafi'is syurur wassalatu wassalamu ala ma'dinil fadli wan nur sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin badril budur wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumin nusyur. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه طاهر مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين وأشرف الثقلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا القرآن فالله نحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. معاشر الحبايب الكرام، معاشر العلماء الأعزاء، معاشر الحضور الميامين، نرحب بكم في هذا الحفل الكريم، فأهلا وسهلا بكم ويا مرحبا بقدومكم. أيها الآباء الآماجد، فاختصارا للوقت أود أن أذكر لكم تراتيب برامجنا لهذا المجلس. أولا فاتحة الكتاب، ثانيا قراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم المعبر عنها بقراءة المولد الشريف، فقد أمضينا ذلك فلله الحمد. ثم يليه بعد ذلك وهو ثالثا قراءة ما تيسر من القرآن. رابعا كلمة الترحيب من أحد الطلبة لهذا المعهد. خامسا حوار بين طلبة المعهد. سادسا مواعظ حسنة. سابعا كلمة الشكر. ثامنا تلقين الذكر والدعاء. فلنمضي إلى برامجنا التالي، وهي قراءة ما تيسر من القرآن يقرأها علينا بعض الأخوة من المعهد، وعليهم فليتفضلوا مشكورا. صلوا على النبي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه
innahu kana 'abdan syakura wa qadaina ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira fa iza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula Bismillahirrahmanirrahim wan najmi iza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra sadaqallahul aliyyul azim. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وأتمم نعمتك علينا بفضلك واجعلنا من عبادك الصالحين في خير ولطف وعافية آمين. فلنمضي إلى برامجنا التالي وهي كلمة الترحيب من أحد طلبة المعهد سيلقيها علينا الأخ سيد علي الطاس بن حسن بن شهاب وعليه فليتفضل. صلوا على النبي محمد.
معاشر الحبائب الكرام، معاشر العلماء الأعزاء، معاشر الآباء والأمهات، معاشر الحاضرين المحترمين، نهنئكم بأحلى التهاني وأذكاها، ونحييكم بأحسن التحية وأجملها، تحية رب العالمين إلى عباده المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فحمدا لرب خصنا بمحمد وأخرجنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر، وطهرنا من رجس كفر وخبثه وشرك وعلم واقتحام الكبائر. أتى بكتاب الله يتلوه داعيا إلى الله بالحسنى وخير البشائر. له آية المعراج وهي عظيمة، وكم آية لم يحصها حسر حاسر. وأشهد أن الله لا رب غيره إله البرايا عالم بالسرائر. مليك جميع العالمين عبيده، وفي قهره من صاغر وأكابر. وأشهد أن الله أرسل أحمدا إلى الخلق طرا بالهدى والبصائر، فبلغ أمر الله تبليغ صادق أمين شفيق واسع القلب صابر. وجاهد في الرحمن حق جهاده، وشمر حتى رد كل مكابر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أيها السادات الكرام، أيها الآباء الأماجد، باسم كافة أسرتي معهد تحفيظ القرآن دار عينات، أتقدم إليكم لألقي كلمة التأهيل والترحيب. أيها الآباء، فقد حظينا بالخير الكثير والفضل العظيم الكبير، حيث جئتم إلينا فشرفتمونا ونورتم بقاعنا وعطرتم محلاتنا وزينتم محافلنا. فأهلا وسهلا بكم ويا مرحبا بقدومكم. أهلا وسهلا، فالقلوب ترحب والبشر عما في الضمائر تعرب. وصلتم فاجتمعتم واتصلتم، فكان الوصل فائدة الوصول. نزلتم في منازلنا فزادت
بكم شرفا تضاءفا بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول أيها الآباء الحقيقة ليست لنا قدرة على مكافأة خيركم هذا فإن حضوركم لهذا الحفل الكريم سوى تعظيمكم للحبيب الوفي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم وهو أيضا تشجيع لنا لهذا العمل وللجد والمثابرة في التعلم والتعليم وللتحفظ لكتاب الله في هذا المعهد الشريف فإن عشتم بعيدا عنا ولكنكم قد شاركتم بعد المشاركة لنا في هذا السعي والعمل فجزاكم الله خيرا كثيرا جعلنا الله في ضمن قول الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينادي الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي أين المتذاورون فيا أين المتباذلون فيا اليوم أظلكم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي هذا وشكرا لكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الأخ علي الطاس بن حسن بن شهاب على ما ألقى من كلمة الترحيب. معاشر الحاضرين رحمكم الله، سنشاهد الآن الحوار بين الطلبة حول تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم باللغة العربية والإنجليزية، وعليهم فليتفضلوا مشكورا. صلوا على النبي محمد. صريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. أهلا ومرحبا. رأيتك تقرأ كتابا، وأي كتاب تقرأه؟ نعم، إني أقرأ كتاب قصيدة البردة للإمام محمد البوصيري. إنه لكتاب عظيم. صدقت، يعرفه المسلمون في العالم أجمع. وما تعني من قولك إنه كتاب عظيم؟ وكيف لا، فهذا الكتاب حوى فيه مدائح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق ما يقول أخونا هذا، فإنه كتاب عظيم ومنظومة مباركة ذكر فيها سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله ومدائحه. نعم، تحدث فيها البوصيري عن مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ولادته وبعد من معجزاته وعن الجهاد، وتحدث أيضا عن القرآن وشرفه وعن فضله. حقا ما تقول، وما ترك البوصيري عن إكرام الله لنبيه بالإسراء والمعراج. صدقت، فإن حديثة الإسراء والمعراج فيه تعظيم الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإظهار مكانته وتفضيله على جميع الأنبياء والمرسلين، بل وعلى الخلق أجمع. ومن المهم أيضا فإن البوصيري صور كيفية عمل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآل بيته وأصحابه. جزا الله إمامنا البوصيري خيرا على حسن صنيعه هذا.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami'nakum tatahaddatsun wa fima tatahaddatsun. Naam, natahaddatsu anil qasidatil burdah lil Imam Muhammadin al-Busiri. وفيما يتحدث؟ نعم إنه تحدث عن الإسراء والمعراج وغيره. وهل تحدث عن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم إنه تحدث أيضا عن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. وحول ماذا تحدث عن المولد؟ أولا تحدث عن طيب أصله صلى الله عليه وسلم وعن العجائب والغرائب التي حدثت في يوم ولادته. وما بين تلك الغرائب التي حدثت؟ حدثت الغرائب حين ولد في عدد من النهاه ومدد العالم. صدقت، سوى مكة حدثت أيضا في فارس. وقد خمدت نيرانهم التي يعبدونها ولم تخمد منذ 1000 سنة وتصدعت إيوان كسرى وغاضت بحيرة ساوى وظهور النور النبي صلى الله عليه وسلم عند ولادته وغيرها من الحوادث والغرائب. وسبحان الله إنها لخارقة للعادة. نعم إنها لخارقة للعادة. وكيف لا؟ كل ذلك دلالة على عظيم مكانة رسول الله وأن أعلام الكفر والشرك تنهدم بظهوره. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وما إيوان كسرى يا أخي؟ هو صرح عظيم لملك الفرس. نعم وقد بناه ملك الفرس بقوة الصب وشدة الوطادة ظن أنه لن ينهدم وإن وقع زلزال شديد حتى افتخر بذلك وتكبر وقال إنه قوي مكين لا ينهدم ولن ينهدم بأية قوة كانت. ولكن الله دمره بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زلزال والحادث المخيف. هكذا شأن الخيلاء فعل الله بهم ليؤدبهم وإن لم ينصفوا بعد الإنذار أخذهم الله ولم يفلتهم شيئا. نسأل الله العفو والعافية. يا إخواني كان خلال 5 سنوات الماضية أن أحد الدعاء ينتقد على ظهور النور في ساعة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. وما حملهم على أن يتحدثون في ذلك؟ نعم ولا بد أن يكون هذا من احتلاك بعض المنافق المبغض ويقول قولا غير ما عند النبي صلى الله عليه وسلم. والله أنه أجهل من توم الحمير. وما شاء الله فإن الرواية التي أخبرتنا عن ظهور النور مع ولادة رسول صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا حتى صارت معلومة مشهورة. بل وقد قال علماء الحديث بصحة تلك الروايات. وقد سمعنا عن مشايخنا أن الأئمة أخرجوا هذه الأحاديث منهم الإمام أحمد بن حنبل وصححوا هذه الروايات منهم الإمام ابن حبان في كتابه وصححه أيضا الحاكم وغيره. إذن لا بد لنا أن نصدقهم. وكيف لا؟ أولئك عمدتنا. وسبحان الله ومن روى لنا هذه الروايات ممن شاهد. فقد روى لنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسها كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وإن الرسول صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاء أصله قشور الشام. ومما سمعت كثيرا أيضا عن الشفاء بن عبد الرحمن بن عوف فإنها رأت ذلك. ولا شك أنك سمعت ذلك من كتاب سمت الدرار للحبيب علي بن محمد الأبشي. صدقت يا أخي بارك الله فيك. بل وقد قيل إن جيران آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا إلى بيتها لما رأينا نور ظهر من بيتها. صدق إذن أن هذه الحادثة معلومة مشهورة بينهم. وسبحان الله كل ذلك إشارة إلى شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدقت فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق على الإطلاق. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيها الإخوة وعلى ذكر شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى لنا البوصيري
حينما كتب قصيدته البردة ولما أن بلغ إلى قوله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وقف ولم يستطع تكميل البيت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ وأكمل فقال إني لم أوفق للمصراء يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل وأنه خير خلق الله كلهم فأدرج البوصيري هذا المصراء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة أليس هذه الحوادث قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى وهو حين ذاك صبي بل هو المولود. أليس للحادث الخارج قبل النبوة له اصطلاح خاص؟ بلى صدقت. وما تسميتها؟ يا أخي إنك تصيب السؤال كأنك قد عرفته ولكن لما كنت تسأل بعد ذلك؟ عفوا يا أخي ولقد كنت سمعت ذاك الاصطلاح ولكني نسيته. طيب ولا بأس عليك يا أخي فإن العلماء قالوا إن الخارق الذي ظهر قبل النبوة يسمى إرهاصات. صدقت وما بعد النبوة معجزات. أحسنت وبارك الله فيك وفينا جميعا. آمين. وعلمتم شيئا من قصة المعجزة؟ أيها الإخوة إن معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا وقد أدها بعض العلماء تبلغ فوق 1000 معجزة. وسبحان الله ما أكثرها. وهل تذكر لنا رواية أو روايتين من ذلك؟ نعم فإن من بين معجزات صلى الله عليه وسلم حنين جذع النخلة. وكيف يكون ضد يهن وليس فيه الحياة؟ ذاك هو المعجزة. وما السبب في ذلك؟ إنه لما صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبر عليها فلما أراد أن يخطب سمع حنينا وأنينا حتى ارتج جميع من في المسجد. وهل سمعه من في المسجد؟ نعم سمعه جميعهم. لما هن الجزاء؟ لأنه لا يستطيع فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما فعل النبي بعد ذلك؟ فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فاحتضن الجزع ثم كلمه وخيره بين أحد الأمرين. وفيما خير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقال اختر أن أغرسك في المكان الذي كنت فيه فتكون كما كنت وإن شئت أن أغرسك في الجنة فتشرب من أنهارها وعيونها فيحسن نبتك وتثمر فيأكل أولياء الله من ثمرتك ونخلك فعلته. وما الذي اختاره الجزم بين أحد هذين الأمرين؟ فاختار الغرس في الجنة. والله إنها لمعجزة عظيمة. يا أخي إن في قصة المعراج أيضا معجزة عظيمة. وكيف ذلك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صعد إلى 7 سماوات وإلى سدرة المنتهى وإلى غير ذلك ولكنه لا يأخذ لذلك إلا مدة يسيرة. وكم قد أخذ من المدة؟ وإن قلنا إنه يسري ويعرج في تلك الليلة ثم يرجع في نفس الليلة فقد فاقس أعطى الفائقة. وكيف إنه كما روى الشيخ عبد الرحمن الدبائي يأخذ الوقت أقصر من ذلك. وما يقول شيخ؟ ثم أرده من الأرش قبل أن يبر الفرش وقد لانج جميع المآرب. وكم مدة تكون في العادة أن يبر الفرش بعد استعماله؟ وقد قدره بعضهم ب20 دقيقة. بل الشيخ عبد الوهاب الشعراني قدره بمدة 5 دقائق. ما أعظم هذه الرحلة المباركة. لا شك إنها معجزة عظيمة. أليس كمال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا من المعجزة؟ وما تعني من ذلك؟ مثلا عن حسن وجهه وجمال أوصافه الخلقية والخلقية. صدقت فإنه ورد أن وجهه قطعة قمر. وقد ورد أيضا يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. وقد وصفه أحد الصحابي رضي الله عنه فقال كأن الشمس تجري في وجهه. وورد أيضا أنه إذا تأرق فصار الأرق في وجهه كالجمان من حسنه وجماله. وعلاوة على ذلك فإن عرف عراكه شظي طيب أطيب من المسك. ما
أجملك يا رسول الله وما أحسنك. نعم كل منا يتمنى أن يرى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا شفاعته ولا تحرمنا رؤيته. اللهم أحينا على محبته واستعملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته واجعلنا من رفقائه واجمعنا به في الدنيا قبل الآخرة يقظة ومناما. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi brothers, how are you? Alhamdulillah, we are all fine. Thanks. And how about you? We're all great, alhamdulillah, even very excited. Oh really? Sure. We are remembering our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes, I know. But what makes you so excited? Brother, as you all know, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the best and most beloved creature Allah has ever created. Oh, I see. You mean by remembering our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through these events will make us know more and more about our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so that we can love him more and more too, right? But do we have to love Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Of course, brother. Loving Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is our obligations that can bring us luck. And the more we love him, the luckier we'll be. Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah At-Tawbah verse 24, قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Moreover, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, and Anas radiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. And also, only by loving Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam we can all be gathered with him in heaven. It is revealed by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam himself, you will be with those whom you love. أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. ما شاء الله. But how could it be? Hasn't Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam passed away? No, but he is alive in the barzakh and he is having more freedom than when he was alive. He can even visit us, and when we greet him, then he will pray our greeting, like what he said in the hadith. And Abi Hurairah radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yusallimu alayya ila rudda Allah alayhi ruhi hatta rudda alayhi salam. Rawahu Abu Dawud. How lucky people who greet the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as mentioned in that hadith. Of course. It is exactly why loving Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it is important for us and needs such deep love from us and respect. Yeah, it completes the faith to love the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam more than ourselves, more than our own children and our parents. So he is worthy of such precious love more than anybody, even ourselves. Absolutely. And this happened to the second Khalifa Umar bin Khattab radiyallahu anhu, as mentioned in Sahih Bukhari. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا
والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. By the way, how do we maintain our love to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Good questions. Anyone wants to answer? Yes, we should always remember him. And correct. And what else? And among them, we should read and listen more about him and his noble companion, so that we know him more. And when we know him more, our love for him will grow, and it will be easy for us to do his commands. Precisely. And another reason for that is that we can increase our salah to him. As mentioned in hadith from Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu. He said, أولى الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة. MashaAllah. It means everyone can be close to our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. That is correct too. In a brief, we should be respectful of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam because we are certain of his presence. MashaAllah, I'm so happy to hear this good news. So let us increase our reading of his history and salawat to him. May Allah always add our love to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم احينا على محبة حبيبنا الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم واجعل حبه في قلوبنا أشد من الماء البارد في شدة العطش واجمعنا به في الدنيا قبل الآخرة آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا كثيرا. ثم نرتقي إلى استماع مواعظ الحسنة التي سيلقيها علينا علماؤنا وحبائبنا. نرجو أولا من الحبيب محسن بن عبد الرحمن الحبشي، وسيترجمه الحبيب محمد بن علوي الحداد، وعليه فليتفضل مشكورا. صلى الله على محمد. الحمد لله الذي جمعنا في هذه الدار. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد المختار. Semoga Allah selalu bersalawat, salam dan memberikan keberkahan selalu kepada Nabi Muhammad, Nabi terpilih. وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار. Juga kepada para keluarga dan sahabatnya, orang-orang yang terus mengikuti mereka juga. وعلى مؤسس هذا الدار من الرجال الكبار الإمام الفخر الشيخ أبي بكر بن سالم رحمه الله ونفعنا بتهذيب الأسرار. Salawat salam juga semoga tercurah limpahkan kepada para pendiri tempat-tempat seperti ini, yaitu Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. وبعد فإن الحديث ذو شجون عن قضية إسراء الأمين المامون محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. Setelah pembukaan, maka sesungguhnya berbagai riwayat telah dibacakan tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حيث قاس وعانى صلى الله عليه وسلم مما عاناه من أهل محلته وأهل بلدته بل وعشيرته، وتوالى ذلك عام الحزن بفقد زوجته وفقد عمه، فأتاه تسلية من ربه جل شانه وتعالى في علاه.
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra dan Mi'raj merasakan perihnya dan menderita akan berbagai tekanan yang diberikan oleh kampung orang-orang penduduk tersebut, ditambah lagi datangnya Amul Huzun, tahun kesedihan, di mana di tahun itu wafat istri tercinta dan paman beliau Abu Talib. اختار الله سبحانه وتعالى له هذه الرحلة العظيمة. Maka Allah Subhanahu wa taala hibur beliau dengan dipilihkan perjalanan yang agung ini, Isra dan Mi'raj. وهذه المنة الجسيمة. Dan anugerah yang agung ini. وهذا الفخر الكبير. Ini merupakan satu kebanggaan besar. وهذا المن العظيم الجليل. Ini adalah nikmat yang luhur. فتقدس جل شانه بإمضاء أمره سبحانه وابتدأ ذكر هذه الرحلة بالدخول والولوج إلى الحضرة السبحانية. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memutuskan untuk berlangsungnya perjalanan yang agung ini untuk Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam dimensi yang sangat besar ini. ولأجل أن العقول معقلة. Namun karena akal manusia terbatas, ومقيدة, dan terikat, ومكبلة, dan sebagian terbalik, بمشاهدة المحسوس, hanya karena fokus kepada materi semata, والملموس, dan yang hanya tersentuh saja, والمقيوس, dan yang hanya bisa dikira-kira saja. ابتدأ سبحانه وتعالى هذا الذكرى لهذه الرحلة العظيمة التي ليست لها قيمة. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memulai ungkapan akan perjalanan besar ini, بمعنى أنها لا تقاومها أو لا تمازيها ذات قيمة من حيث أنها سامية ذات درى عظيمة. Seolah Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa perjalanan ini tidak bisa dikira-kira dan tidak bisa dihitung nilainya. Faqala subhanalladzi asra. Maka Allah pun memulai untuk mengungkapkan itu semua ayat perjalanan Isra ini dengan kata-kata Subhan, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Fa adkhalana subhanahu wa ta'ala li an na'qila hadzal amra bi an nad'a al-'uqula tahta aqdamina wa la an natafakkara fi kunhi hadhihi ar-rihlah. Seolah dengan ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengawalinya dengan kata-kata tasbih menginstruksikan kepada kita agar kita meletakkan akal kita jauh di bawah telapak kaki kita, jangan pernah mengukur perjalanan yang besar ini. Haitsu hakaha Ibnu Dayba' hadha al-imam al-'azim fi maulidih, di mana al-Imam Ibnu Dayba'i telah meriwayatkan kisah ini dalam maulidnya. Alladzi kana yaqra'u al-Bukhari fi 6 ayamin fi kulli usbu', di mana beliau adalah orang yang selalu tekun membaca kitab Sahih Bukhari setiap pekannya. والذي ما شاء الله مسانيد أهلنا آل بعلوي خصوصا الإمام العيد عيد الرس بن عمر الأبر متصلة به, dan di mana juga keluarga besar Al-Ba'alawi bersambung sanadnya dengan beliau, terutama yang baru saja disebut namanya. فقال ثم أرده من العرش قبل أن يبرد الفرش. Al-Imam Abdurrahman Ad-Dayba'i mengungkapkan dalam maulidnya dengan kata-kata Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Muhammad dari perjalanan Isra dan Mi'raj ke bumi sebelum tempat duduk Rasul itu dingin. Ala i'tibari anna al-Isra wal Mi'raj kana min fawqi farshihi wa fi riwayat al-ukhra kana min al-Masjid al-Haram, fa la'alla at-ta'addud كان من تعدد الرحلة للحبيب صلى الله عليه وسلم. Syekh Abdurrahman Ad-Dayba'i meyakini bahwa perjalanan Isra dimulai dari Nabi Muhammad dari kasur beliau ketika beliau duduk. Namun dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah berangkat dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Namun benang merah dari berbagai riwayat tersebut adalah bahwa perjalanan tersebut terjadi berulang kali. Falam takun rihlatuhu ma tughazi al-15 daqiqah حيث أنه رحل وعاد وفرش ما زال حارا من جسده وعندما استيقظ من النوم. Bukankah hal tersebut bila kita perkira-kirakan perjalanan yang tidak melampaui lebih dari 15 menit kira-kira, seperti orang yang bangun dari tidurnya itu masih hangat tempat duduknya. فإذا ذكر سبحانه وتعالى سبحان بمعنى تنزه جل شانه. Maka
bila Allah berfirman di Al-Quran mengungkapkan Isra dan Mi'raj dengan mengawali kata-kata Subhan, Maha Suci, maka seolah Allah ingin menjelaskan Maha Suci Allah, jangan mengukur-ukur kemampuannya. Bahwa subhanahu wa ta'ala indama yadhkuru subhana alladhi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, bima'na anna al-azwaja kulluha ad-dhakara wal-untha fi hadha al-makhluqat mimma yatawalad wa yatalaqah kulluha bi'ilmihi wa biqudratihi wa lahu bidhalika shanun ajib حيث أنه سبحانه تقدس في هذا الخلق والإيجاد ثم أن هناك شيئا مما لا نعلمه سيتولد من خلق من غير أن يكون له ظاهر ذكر وأنثى وذلك مما لا نعلمه كمثل الكهرباء السالب والموجب. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan firman-Nya Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, Maha suci Allah yang telah menciptakan segala makhluk yang bersifat pasang-pasangan, segala hal yang berpasang-pasangan, baik itu jantan atau betina, laki-laki atau perempuan, maka seolah hal ini sudah di luar kekuasaan makhluk. Ini adalah keagungan dan keajaiban kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah tidak bisa diprediksi dengan akal-akalan, dan sebagai ilustrasi mungkin seperti aliran listrik yang mengalir sehingga entah bagaimana ujung daripada ciptaan Allah tersebut, laki perempuan terus mengalir seperti itu. Wa kullu syai' yati min hayth at-ta'lif min dhakarin wa untha illa anna Allah ta'ala qala wa yakhluqu ma la ta'lamun fil ayati ats-thaniyah wa hadhihi al-ayah subhanalladzi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim ومما لا يعلمون، أي سيخلق الله تعالى مما لا يعلم الناس في آخر الزمان، وها نحن الآن نرى مما لا نعلم مما ليس فيه تلاقح ولا توالد، وهو مثل الكهرباء في السالب والموجب واشتعال نورها. Dan begitulah terus pasangan itu mengalir, lahir generasi demi generasi. Dan begitulah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan bahwa ujung daripada generasi tersebut tetap pada laki-laki dan perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, Allah menciptakan di ayat yang lain, Allah menciptakan makhluk yang kalian tidak ketahui. Dan ini bisa dijadikan sebagai pandangan atau dasar bahwasanya telah lahir di tengah kehidupan kita berbagai hal-hal baru yang sebelumnya tidak pernah digambarkan, seperti aliran listrik, strum, sinyal dan lain sebagainya. وهكذا نعرف أن لفظة السبحانية هي التنزيه لله تعالى عن كل نقص وعن كل عيب. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman menyatakan kesuciannya agar supaya kita mensucikan pikiran kita, tidak mengira-ngira Allah dengan bentuk ataupun benda apapun. وقد كانت هذه الكلمات الأربع وظيفة الصحابة الكرام الأربعة الخلفاء النجباء. Dan telah menegaskan hal ini 4 khalifah yang telah datang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهو الذي كان من ورده بالتسبيح سيدنا عثمان بن عفان، فكان لا يجلس ولا يقوم ولا يتحرك إلا وهو يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حتى ورد أن لكل إعجوبة سبحان الله، فكان ورده هلم جر سبحان الله سبحان الله، لأنه ربما يتعرض لأمر عجب أن يقتل في الدار ممن علمهم أو ممن رباهم أو ممن هذا، فيحتاج في ذلك التعجب أن يقتلوه وهو يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. Sehingga kata-kata subhanallah ini mengalir di lisan para khalifah yang 4, di antara mereka adalah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, yang kebanyakan waktunya selalu mengucapkan subhanallah. Setiap kali melihat sesuatu yang menakjubkan, beliau ungkapkan dengan subhanallah. Dan bisa jadi hal ini adalah pesan atau sinyal dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pada akhir takdir kehidupan beliau akan terjadi sesuatu yang menakjubkan, bagaimana beliau dibunuh
ketika membaca Al-Qur'anul Karim oleh orang-orang yang menuduh beliau dengan berbagai tuduhan. Kana wirdu Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah la ilaha illallah. Kullama jalas wa kullama qam wa kullama madha wa kullama dakhala aw kharaja fi syanihi kulluh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Adapun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wirid yang beliau gandrungi adalah kalimat tahlil la ilaha illallah. Maka setiap kali beliau duduk, berdiri, masuk ke rumah, keluar rumah, atau berbagai aktivitas lainnya, beliau selalu merendengi itu semua dengan la ilaha illallah. Wa kana wirdu Sayyidina Umar bin Al-Khattab Allahu Akbar, Allahu Akbar. لأن الشيطان يفرق من ظله بل ومن اسمه حتى أن من كتب اسمه على قلبه لم يحتلم إذا أراد أن ينام أو كتب آدم وحواء على فخذيه لم يحتلم عندما يريد أن ينام. Adapun Sayyidina Umar, wirid yang beliau gandrungi adalah Allahu Akbar, di mana syaitan akan selalu menghindar apabila melihat bayangan Sayyidina Umar bin Khattab. Dan diriwayatkan juga bahwa orang yang menyimpan nama Sayyidina Umar bin Khattab di dalam kantongnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan pelihara dia dari mimpi hadas besar, di mana itu adalah bagian daripada godaan syaitan, dan itu sudah terendus oleh syaitan bahwa ada nama orang sakti di dalam kantong orang tersebut sehingga dia tidak akan junub. Adam wa Hawa fil fakhdain. Begitu juga nama Sayyidina Adam dan Sayyidina Hawa bila ditulis di salah satu organ tubuh. وكتابة تكون بالريق فقط ليس بالقلم. Dan penulisan itu hanya dengan ludah saja, bukan ditulis dengan pena. وكان ورد سيدنا علي بن أبي طالب الحمد لله عندما يجلس وعندما يقوم وعندما يذهب يحمد الله سبحانه وتعالى. Adapun Sayyidina Ali bin Abi Talib, wirid beliau adalah alhamdulillah. Saat duduk, saat berdiri, pergi ataupun di tempat, beliau selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. لأنه سيمر على أمور عظيمة في هذه الحياة فكان كثير الرضا بالله والرضا برسول الله والرضا بقضاء الله حيث وصل إلى ما وصل إليه وحورب وعودي رضي الله عنه وأرضاه. Ucapan alhamdulillah yang selalu terucap dari Sayyidina Ali seolah mencerminkan bahwa garis kehidupan beliau akan penuh dengan kebesaran-kebesaran, kebaikan-kebaikan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan beliau mendapatkan pangkat fadilah manaqib yang sangat besar di sisi Allah dan Rasul. Idzan falnarji' ila hadratis subhaniyah subhanalladzi asra. Allah taala tawalla al-amra bi nafsihi wa qala ana alladzi asraytu bi nabiyyi wa habibi Muhammad. فلو جاء النبي محمد وقال البارحة سريت لرد كلامه. فلهذا ترون كفار قريش تعجبوا من هذا الأمر عندما جاءهم في الصباح وقال البارحة أسري بي قالوا عجب واجتمعوا حوله بما اجتمعوا. فكان قوله أسري بي فيه دلالة وبرهان أن الله تعالى هو الذي تولى حمله. فلو أن رأينا طفلا صغيرا على أعلى جبل هملاي التي في أعلى قمة في العالم وقلنا طفلا رضيعا في أعلى الجبل، هل طلع الولد هذا بنفسه؟ الكل لا يصدق أن الولد الرضيع هذا طلع إلى أعلى قمة، لكن لو جاء أبوه وقال أنا الذي أخذته وأطلعت به ورفعته فوق قمة الجبل لصدقنا ذلك. فإذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسري به، قال أسري بي ولم يقل سريت صلى الله عليه وسلم. Kita kembali ke pembahasan subhanalladzi asra, di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengambil alih memperjalankan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW turun dari Isra pun dan beliau dikerumuni oleh orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah SAW tidak mengatakan saya berjalan tadi malam, tapi Nabi mengungkapkan inni usriya biya, akan tetapi saya tadi malam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah Nabi ingin mengajak mereka untuk menyadari bahwa ini adalah qudratnya Allah Subhanahu wa taala, sebagai perumpamaan
kalau ada anak kecil yang dikatakan kepada kita ada anak kecil yang ada di atas puncak gunung, mungkin kita akan takjub. Tapi apabila kita katakan ada anak kecil yang dibawa ke atas puncak gunung dan ayahnya mengatakan saya yang membawanya, kita pun akan mudah mempercayai hal tersebut. Lailan wa lam yaqul naharan la'anna al-Isra' la yakunu illa fil masa'. Kemudian Allah juga berfirman, lailan, di malam hari peristiwa itu, dan Isra tidak mungkin terjadi di siang hari. Min al-Masjid al-Haram isyara ila anna baita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi jiwar al-Masjid al-Haram aw fi dhat al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa. Fasammahu Allah Ta'ala Aqsa al-ab'ad, yani ab'ad masafa akhir masjid fi ura al-Islam. Fa idan مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى بعد لأن الحادثة كانت ورسول الله في مكة ولم يكن إلا المسجد الحرام بيت الله الكعبة المشرفة والمسجد الأقصى آخر شيء. إذن لا بد أن يكون مسجد أوسط. فهذا فيه إعجاز كبير عندما قال سبحانه وتعالى المسجد الأقصى. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Di sini juga ada pesan dari Allah bahwa Nabi Muhammad betul-betul rumahnya di Mekah atau di sekitar Ka'bah, dekat-dekat dengan Al-Masjidil Aqsa karena tempat tinggal beliau di situ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Al-Aqsa artinya yang paling jauh. Al-Masjidil Aqsa artinya masjid yang paling jauh. Karena pada saat itu belum ada masjid kecuali Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa. Masjid yang paling jauh dari Masjidil Haram adalah Al-Masjidil Aqsa. Masjidil Nabi lam yubna. Dan pada saat itu Masjid Nabi belum dibangun. Ini menandakan bahwa Isra dan Mi'raj Nabi masih tinggal di kota Mekah. Ada Rasulullah lam yuhajir ba'd. Dan ini menunjukkan juga Rasulullah belum hijrah ke kota Madinah. Bihada i'jazun ala anna hunaka sayubna masjidun adna. Ini menjadi petunjuk bahwasanya nanti akan dibangun sebuah masjid yang lebih dekat dengan masjid. Aidan thalathatul masajid mulkul muslimin. Berarti ada 3 masjid yang menjadi pusat umat muslimin. Al-Masjidil Haram wal Masjidil Nabawi wal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Wa barakallahu hawlahu kama tarawna bi ardi Filistin wasyam. Dan Allah berfirman, Allah berkahi sekitar Masjidil Aqsa sebagaimana kita lihat di Palestina dan Syam. ونتذكر من خلال هذه الحادثة وهذه الذكريات في دار عينات أن نأخذ عينة واحدة من هذا النمط في جهاد أهل فلسطين وأهل غزة. عينة يعني نمط واحد. Dan dari sini Nau'un wahid. Di Dar Inat ini kita mengambil satu garis atau satu jenis, satu jalan dari peristiwa yang ada di dalam peristiwa tersebut. Wa'inatun wahida mimma hasala aw yahsulu li ahlina wa ikhwanina al-mujahidin fi ardi Filistin. Di mana hal tersebut adalah apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita di negeri Palestina. Haitsu ra'aitum wa qara'tum wa sataqra'un madza marra 'alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam min mashahid fi rihlatihi ila an dzakara al-ulama fil Bukhari annahu marra 'ala unasin yazra'una wa yahsuduna fi waqtin wahid. كلما زرعوا حصدوا كلما زرعوا حصدوا كلما زرعوا حصدوا من هم يا جبريل قال هؤلاء من أمتك من قال المجاهدون في سبيل الله. Satu garis lurus yang terjadi dari peristiwa Isra dan Mi'raj ke Palestina dan berkaitan dengan saudara kita adalah di mana ketika Nabi melangsungkan perjalanan Isra, di pertengahan perjalanan ada beberapa hal yang Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Nabi Muhammad melihat sekelompok manusia yang setiap kali menanam langsung panen, enggak pakai nunggu lama. Sehingga ini membuat Rasulullah SAW takjub dan bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa mereka itu yang panennya cepat banget? Kata malaikat Jibril, wahai Rasul, mereka adalah orang-orang yang jihad di jalan Allah dan ini sekarang realita yang kita lihat. ولهذا لا بد أن نحدث أنفسنا بالجهاد في سبيل الله.
Karena dari itu perlu kita menanamkan di dalam hati kita untuk berjuang di jalan Allah. فلا بد أن تكون في الدنيا معركة بين الحق والباطل ما دامت الدنيا كذلك. Selama dunia ini masih ada, maka akan terus terjadi pertarungan antara hak dan batil. فلا بد أن يحق الحق ويزهق الباطل سبحانه وتعالى. Allah pasti akan selalu menunjukkan mana yang hak dan menjatuhkan mana yang batil. فلا يقول الواحد إلى متى والحرب والسجال بين المسلمين واليهود نقول لهم لا بد حيث حق الله ذلك في كتابه. Maka bila mana ada orang mengatakan sampai kapan peperangan ini terjadi, maka katakan kepada dia itu pasti akan terus terjadi sampai Allah nyatakan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. وفي الحديث البخاري أو غيره أن من مات ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على شعبة من النفاق والعياذ بالله. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menjelaskan siapa orang yang meninggal dunia dan seumur hidupnya tidak pernah ada rencana atau niat untuk berjuang di jalan Allah, maka dia mati dalam keadaan goresan kemunafikan. Nasallallahu ta'ala an yaktubna minal mujahidin. Semoga Allah tulis nama kita termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. وجهادكم باجتهادكم في هذه الساعة بالدعاء لإخوانكم في غزة وفلسطين. Tentunya perjuangan kita di saat ini adalah dengan mengirimkan doa untuk saudara kita di Gaza dan Palestina. والبركة في حفاظ القرآن من هؤلاء الصبيان المنورين. Dan mendoakan keberkahan untuk para penghafal Quran dari kalangan anak-anak yang menghafal. وأن الله يطيل عمره حبيبنا نجيب إن شاء الله ويجعله على اسمه نجيبا للعلويين إن شاء الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur Habibna Al-Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar, dan sebagaimana nama Nagib artinya pemimpin, semoga Allah jadikan beliau pemimpin bagi Alawiyin insyaallah. ويصلح شانه وشان أولاده خصوصا باقر الذي كان عندنا في الشحر نسأل الله أن يجعله باقرا في العلم إن شاء الله. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki, memberkahi seluruh putra-putra beliau, khususnya putra beliau yakni Sayyid Bagir, di mana beliau belajar kepada Al-Habib Muhsin di Syihir. Husain, belum Muhsin. Allah. Al-Habib Muhsin. Husain. Al-Habib Husain. Barakallah fikum ajma'in, ja'alana Allah Ta'ala من المنورين المباركين إن شاء الله. فكان في رباط المصطفى بالشحر. Dan Bagir. Sayyid Bagir di Syihir bersama Habib Husain, semoga Allah jadikan beliau orang yang terus menggali ilmu sampai sedalam-dalamnya. والآن يسر الله تعالى المقامة لنا في تريم بدار القوم العلمي. نسأل الله تعالى أن يجعل المعاهد كلها كالجوابي في آل أبي علوي تتساقى ويخرج منها الكثير الطيب المبارك. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh lembaga-lembaga pendidikan keluarga besar Alba Alawi dikucurkan kebaikan oleh Allah sehingga panen keberkahan bagi umat. Wafakumullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang bisa saya terjemahkan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. جزاكم الله للحبيب حسين بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب محمد bin Alawi Al-Haddad khairan katsira. Ma'asyiral hadirin, sebelum kita mendengarkan penceramah yang kedua, mohon untuk pemilik mobil dengan plat B1510ZOB untuk memindahkan mobilnya, dan juga mobil dengan plat F1844JV untuk memindahkan mobilnya, dan juga mobil Alphard dengan nomor B1000ADI dan juga B1132TJY dan juga 1 B1766R0U untuk memindahkan mobilnya segera. ثم نستمع إلى الموعظة الثانية. نرجو من الحبيب حنيف بن عبد الرحمن العطاس يلقيها علينا، وعليه فليتفضل مشكورا. صلوا على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم
على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para habaib, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Sayyidil Walid Al-Habib Hamid Al-Nagib Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Shihab, dan semuanya para habaib yang begitu banyak hadir, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang masih suka maksiat Allah jadikan ahli taat. Semua yang hadir yang punya hajat diqabul hajat-hajatnya, dibahagiakan dari dunia sampai akhiratnya. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, imtithalan lil amr, saya berbicara di tempat ini sebagai bentuk ketaatan atas perintah Sayyidil Habib Hamid Al-Nagib Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzalika wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Kita kumpul di tempat ini untuk mengagungkan syiar-syiarnya Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengagungkan apa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf, beliau mengatakan dalam salah satu perkataannya, wa min ta'zim hurumatillah qira'at as-sahih al-Bukhari fi syahril Rajab. Termasuk bentuk pengagungan terhadap kebesaran Allah, syiar-syiarnya Allah adalah apa yang dibiasakan oleh ulama-ulama salaf kita terdahulu, yaitu membaca Sahihul Bukhari di bulan Rajab, saudara. Dan alhamdulillah saat ini di mana-mana itu dilakukan. Di Pondok Pesantren Al Khairat Bekasi dihatamkan Sahihul Bukhari. Di sini di Puncak ada di Markas Syariah dihatamkan Sahihul Bukhari. Di Jakarta, di Kuitang, di Al-Hawi, di luar Batang, saudara, di Jawa Tengah, di Raudhah, di Solo, di Jawa Timur, di Dalwa, di Gresik, di berbagai tempat di bulan Rajab dihatamkan Sahihul Bukhari alaihi ridwanullah, kumpulan hadis-hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini bukan kitab biasa, saudara. Kitab ini luar biasa. Al-Imam Ibnu Abi Jamrah, beliau mengatakan, qala li man laqituhu minal arifin amman laqiyahu minas sadah al-muqar lahum bi fadl bi anna qira'at sahih al-Bukhari ma quri'a fi shiddatin illa furijat wa ma rukiba bihi fi markabin faghariqat. Kata Imam Ibnu Abi Jamrah dari orang-orang saleh yang beliau dengar, orang-orang arif billah, tidaklah dibaca Sahih al-Bukhari dalam keadaan kesulitan di tengah umat kecuali kesulitan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Bahkan enggak sampai di situ, wala rukiba bihi fi markabin faghariqat. Kalau ada orang naik perahu, naik bahtera di tengah lautan, tengah samudra, di atas perahu tersebut dibawa kitab Sahihul Bukhari, saudara, maka biasanya perahunya enggak akan tenggelam, berkat di dalamnya ada Sahih Bukhari yang mengumpulkan sabda-sabdanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari Imam Ibnu Abi Jamrah mengatakan, wa kana mujabad da'wah wa qad da'a li qari'ihi. Al-Imam Al-Bukhari itu doanya digabul oleh Allah taala, dan beliau mendoakan kepada setiap orang yang membaca Sahih Al-Bukhari. Bahkan enggak sampai di situ, saudara. Al-Imam Ibnu Katsir
Beliau mengatakan Sahihul Bukhari atau Kitabul Bukhari sahih yustasqa bihil ghamam. Ulama-ulama terdahulu kalau lama nggak turun hujan, kekeringan, maka apa yang mereka lakukan? Mereka minta kepada Allah diturunkan hujan dengan membaca hadis-hadis Rasulullah SAW yang ada dalam Sahihul Bukhari. Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Al-Imam Al-Zahabi beliau mengatakan, "Lau rahala rajulun li sama'ihi min alfi farsakh lama dha'at rihlatuh." Andai ada orang melakukan perjalanan al-farsakh, satu farsakh itu kurang lebih 4,8 kilometer. Berarti kalau 1000 farsakh, saudara, hampir 5.000 kilometer. Lebih dari setengah perjalanan dari sini ke Mekah. Kalau naik pesawat dari sini ke Mekah kurang lebih 8.000 kilometer. Andai orang melakukan perjalanan dari Indonesia sampai ke India yang kurang lebih 4.000 kilometer lebih untuk mendengar hadithul Bukhari, lama ta'at rihlatuh, maka perjalanannya nggak akan sia-sia karena keberkahan yang ada di dalamnya, saudara. Bahkan nggak sampai di situ. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi beliau mengatakan, qira'atuna lil Bukhari tuharrik salasil ar-rahmah. Ketika kita membaca Sahih Al-Bukhari, maka di situ bacaan kita terhadap Bukhari menggetarkan rantai-rantai yang bisa menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu. Luar biasa, saudara. Maka saya teringat Syekhuna Sultanul Ilm Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, saudara. Dulu ketika kami diterim sekitar tahun 2014-2015, ketika itu terjadi perang di Yaman Utara, perang besar, ibadallah. Ketika terjadi perang besar di Yaman Utara, ada kekhawatiran ini sampai ke Hadramut, ke Tarim, Yaman Selatan. Habib Salim saya ingat di madras terakhir di pagi hari, beliau ketika itu menyampaikan kepada semua yang hadir, dulu salafuna, ulama-ulama kita kalau mau ada hal besar, mereka kumpul untuk baca Sahih Bukhari. Mulai sore ini kita kumpul hatamkan Sahih Bukhari secara maraton. Akhirnya kumpul di Masjid Ba'alawi saat itu. Alhamdulillah terjadi perang besar di Yaman Utara, tapi kota Tarim tetap aman, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya karena keberkahan pembacaan Sahihul Bukhari. Alhamdulillah. Dan enggak sampai di situ, saudara. Ada seorang ulama yaitu Al-Imam Yusuf An-Nabhani alaihi ridwanullah. Adzan. Kita dengarkan sedikit adzan. La haula wa la quwwata illa billah. La haula. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma salatul qa'imah. Ati sayyidina Muhammad al-wasilatu al-fadila wa syaraf wa darajat al-aliyat al-rafi'ah. Wab'athu maqaman mahmudan sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alhamdulillah rabbil alamin. Sedikit lagi kita lanjutkan, saudara. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Jami' Karamatul Awliya ketika menceritakan karamah Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id, saudara. Ketika itu beliau menceritakan pada saat itu umat Islam di salah satu negeri ingin diserang oleh Tatar. Akhirnya apa yang terjadi ketika umat Islam mau diserang oleh Tatar, sultannya mengirimkan utusan ke Mesir, karena di Mesir saat itu banyak ulama, saudara, meminta ulama-ulama di Mesir untuk menghatamkan Sahihul Bukhari dengan niat umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Ulama-ulama di Mesir rame-rame baca Sahihul Bukhari. Begitu besok hari Jumat rencananya hataman Sahihul Bukhari, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu hari Jumat mau hataman Sahihul Bukhari, di pagi hari Ibnu Daqiq Al-Id menanyakan, "Madza fa'altum bi Bukhariyikum?" Apa yang kalian lakukan terhadap kitab Sahihul Bukhari? Kata para orang-orang yang hadir di situ, murid-muridnya, alhamdulillah nakhtimuhul yawm insyaallah. Insyaallah hari ini kita akan menghatamkan Sahihul Bukhari. Apa kata Ibnu Daqiq Al-Id? Ini kata Imam An-Nabhani merupakan karamahnya Ibnu Daqiq Al-Id. Kata Ibnu Daqiq Al-Id, alhamdulillah
Orang Islam kemarin, sehari sebelum kalian hatamkan Bukhari, hari sebelum Bukhari hatam, kalian udah baca nih, tinggal 1 hari lagi mau hatam. Kemarin umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal jaraknya jauh antara Mesir dengan jarak kejadian perang jauh. Tapi Ibnu Daqiqil Id udah ngasih kabar, kemarin udah menang. Kalian belum selesai hatam, baru niat mau hatam doang, belum selesai, udah dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, Saudara. Dan ternyata betul di kemudian hari datang, ternyata betul informasi yang disampaikan Ibnu Daqiqil Id, bahwasanya sehari sebelum dihatamkan Bukhari, umat Islam sudah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu. Maka di majelis ini, Saudara, saya ingin menyampaikan ini tradisi yang luar biasa yang diajarkan oleh salafun saleh, yang saat ini alhamdulillah dibaca di mana-mana. Maka saya ingin pesan, ayo kita sama-sama niatkan, Saudara. Dengan banyaknya majalisul Bukhari, mudah-mudahan keadaan umat diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, Saudara, ini bulan Rajab kita merayakan Isra Mi'raj. Ardul Isra Mi'raj adalah Palestina. Buminya Isra Mi'raj adalah Palestina. Apa artinya perayaan Isra Mi'raj di berbagai tempat dengan mewah meriah? Tapi kalau kita lupakan Palestina, Saudara, kadang-kadang saya sedih. Berapa banyak majelis-majelis yang mendoakan Palestina saja tidak, menyebut Palestina saja tidak. Padahal sudah 400 hari lebih peperangan Taufanul Aqsa. Yang wafat data resmi sudah 50.000 lebih. Tapi diprediksi jumlahnya jauh lebih besar dari itu. Karena 50.000 lebih itu yang jasadnya ketemu, Saudara. Yang jasadnya nggak ketemu, ketimbun di bawah-bawah bangunan itu jauh lebih banyak. Diprediksi yang wafat 150.000 orang lebih, ibadallah. Makanya sebagian khutbah di Timur Tengah mengatakan ketika khutbah, dia sudah capek khutbah. Berbulan-bulan khutbah tentang Palestina tapi nggak bisa menggerakkan hati umat. Terakhir dia khutbah Jumat cuma dengan beberapa kata. Dia mulai khutbah dengan rukun-rukun khutbah. Lalu dia sampaikan apa? Kalau 50.000 nyawa yang melayang nggak bisa menggerakkan hati kalian, maka apa artinya kata-kata yang saya ucapkan? Kalau 50.000 nyawa yang melayang tidak bisa menggerakkan hati kalian, maka apa artinya kata-kata yang saya ucapkan? Masya Allah, Saudara, Palestina memanggil. Maka saya sampaikan, niatkan, tolong niatkan di majelis Bukhari, di majelis-majelis pembacaan Bukhari di berbagai tempat, Saudara. Kalau bisa sempat hadir. Kalau nggak bisa sempat minimal pembukaan atau penutupan. Kalau nggak bisa semuanya minimal sebagian, Saudara. Ayo niatkan di majelis Bukhari. Mudah-mudahan bibarakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Diberikan kemenangan oleh Allah. Diberikan kemenangan oleh Allah. Mudah-mudahan Israel hancur. Amin ya Rabbal. Jangan lupakan Palestina, Saudara. Apa artinya perayaan Isra Mi'raj mewah kalau bumi Isra Mi'rajnya sedang dibombardir? Tidak ada kepedulian di antara kita. Lahir sebagai penutup, Saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, aftina an Baitul Maqdis." Ya Rasulullah, beri kami fatwa tentang Baitul Maqdis ya Rasulullah. Beri kami fatwa tentang Masjidil Aqsa. Apa yang harus kami lakukan? Rasulullah pesan kepada sahabat, "Utu fasallu fi." Datangi Masjidil Aqsa dan salatlah kamu di Masjidil Aqsa. Karena sholat di Masjidil Aqsa 1 rakaat sama seperti 500 rakaat di tempat lainnya. Mudah-mudahan kita semua bisa sholat di Masjidil Aqsa, insya Allah. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, kalau kami nggak bisa datang bagaimana ya Rasulullah?" Saat itu antara Hijaz dengan Masjidil Aqsa dihalangi oleh Rum, kekuasaannya Rum. Bagaimana kami bisa sampai ya Rasulullah? Kata Nabi, kalau nggak bisa sampai nggak apa-apa. Fa in lam ta'tuhu wa tusallu fi fab'athu bi zaitin yusraju fi qanadilih. Kalau kamu nggak bisa datang, nggak bisa sholat di Masjidil Aqsa, minimal kirim minyak untuk nyalahkan lampu-lampu yang ada di Masjidil Aqsa. Artinya apa? Minyak itu simbol kebutuhan. Kirim minyak itu simbol kepedulian. Yang saya pengen ingatkan, kita nggak bisa berangkat ke sana, tapi nggak ada alasan. Doa kita bisa sampai ke sana. Dari Majalisul Bukhari, Majalisul Isra wal Mi'raj, Majalisul Ta'lim. Jangan pernah doakan Palestina. Sihamul lail la tukhti walakin laha amadun walil amadin qida'u. Yang namanya doa enggak akan meleset, suatu saat akan sampai, dan Allah enggak akan menyia-nyiakan doa umat Islam. Uang kita enggak bisa sampai, tapi uang kita bisa sampai ke sana, Saudara. Jasad kita enggak bisa sampai, akan tetapi kita bisa berjuang lewat media sosial. Jangan berhenti boikot produk-produk Israel.
Jangan ngaku daripada pengen bela Palestina tapi masih makan produk Amerika, masih makan produk Israel, masih makan produk-produk pendukung Israel. Di mana kepedulian kita? Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan muqata'at al-muntajat al-israiliyah wal-amerikiyah wa ghairuha min ad-duwal ad-da'imati lil-ihtilal fardhu 'ain. Itu yang namanya boykot produk Israel bukan sekedar kewajiban moral, saudara, tapi fardhu 'ain. Artinya apa? Kita udah tahu ini produk Amerika, tahu ini produk Israel, pendukung daripada penjajah, tapi kita tetap beli. Dosa, saudara. Bukan sekedar kewajiban moral, tapi fardhu 'ain, kewajiban agama. Kalau ditinggalkan sama seperti fardhu 'ain lainnya. Kita nggak bisa berangkat ke sana, tapi kita bisa terus berjuang dengan media sosial kita. Dengan apa yang bisa kita lakukan, mudah-mudahan insya Allah dengan berkah majalis Isra Mi'raj, berkah Isra Mi'rajnya Rasulullah. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Palestina diberikan kemenangan Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Ya Allah, natawajjah ilaika bibarakati sahihil Bukhari wa bibarakati Rasulillah. Unsur ikhwanana fi Palestin ya Rabb. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وسدد رميهم وثبت أقدامهم واشفي مرضاهم وجرحاهم وتقبل شهداءهم وحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الصهاينة وأعوانهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب قوتهم ومزق وحدتهم وزلزل أقدامهم ودمرهم تدميرا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Samihuna 'alal italah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi untuk mobil Pajero hitam dengan nomor plat B1132 TJY untuk dipindahkan segera. Sekarang wal'an nakhtimu hadzal majlis bitalqini dzikir lil Habib Ahmad bin Muhammad Al-Attas والدعاء للحبيب أحمد بن عبد الله الكاف وعليه فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرف ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Ayo, Jumat ke masalah. Kiblat nanti lurus yang ngadap sana. Kita berbelok ngadap ke sana sholat. Imam siapa?
رتب الإمام تقدم هنا بسرعة. واحد شابه سيدي يحضر. حط الصفرة للإمام، سجادة للإمام. بمصلاة. الله أكبر الله